السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة كتب مسموعة لكل الأعمار ترحب بكم. قراءة في كتاب تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده، تأليف المسيو تيودور روزستين، تعريب علي أحمد شكري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلاة الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب تاريخ مصر قبل الاحتلال البريطاني وبعده، كما سميناه نحن، أو كتاب خراب مصر كما سماه صاحبه، وهو كتاب على تاريخ مصر في عهد المغفور له إسماعيل باشا، ثم تدرج إلى ذكر الفضائح الخاصة بالقرود التي عقدتها مصر، وكانت بداية الدين المصري الذي أدى إلى وقوع مصر في قبضة حملة الأسهم. وقد بين الكتاب كيف تأسس صندوق الدين، وما نال البلاد في أوائل إنشائه من ضروب الإرهاق والعسف، وكيف تآمر رجال المال على خلع إسماعيل باشا. ثم تدرج إلى تفصيل حوادث الثورة العرابية ووصفها أدق وصف، وأشاروا إلى دسائس رجال السياسة الأجنبية، مما كانت خاتمته مذبحة الإسكندرية التي أقام المؤلف البرهان على أنها من تدبير أولئك الأجانب. ثم أهاب في شرح ما تلا ذلك من الحوادث، وعرج على موقعة التل الكبير التي انتهت بزحف الجيش البريطاني على القاهرة واستيلائه على مصر. ثم خصص المؤلف جزءا كبيرا من الكتاب لشرح السياسة البريطانية منذ الاحتلال، وفصل أعمال لورد كرومر التي اختتمت بمأساة دنشواي. ولم يشأ المؤلف أن يعتمد على الرواية وحسب، بل دعم أقواله بالمستندات والوثائق الرسمية، فجاء الكتاب من خير ما أخرج للناس عن تاريخ الاعتداء البريطاني على مصر إلى وقتنا هذا. وحسب القارئ دليلا على ما سببه هذا الكتاب من القلق للدوائر البريطانية السياسية، إن جريدة التايمز قالت مرة في سياق مقال افتتاحي عن مؤلفه إن سمعة بريطانيا في الشرق لم تتأثر من شيء كما تأثرت من كتاب خراب مصر. ولقد عنى المستر بلينت صديق المصريين المشهور بوضع مقدمة بليغة للكتاب، ختمها بإثبات الوعود التي قطعتها بريطانيا العظمى بالجلاء عن مصر. أما المؤلف فهو المسيو تيودور روزستين، الذي كان قد فر من روسيا في عهد الحكم القيصري، واستوطن إنجلترا زهاء 20 عاما، اختلط في أثنائها بأقطاب الساسة فيها. ثم تعرف به المغفور له مصطفى كمال باشا، وقدر له إلمامه التام بالقضية المصرية، فجاء به إلى القاهرة لتحرير جريدته The Egyptian Standard. ثم أصبح المؤلف فيما بعد الساعد الأيمن للمستر بلينت في تحرير المجلة الإنجليزية إيجيبت، التي حذر لورد كيتشنر خولها إلى القطر المصري لصراحتها المتناهية. ولما دالت دولة القياصرة على أثر شبوب ثورة البلاشقة، عاد المسيو روزستين إلى روسيا، حيث اختاره لينين سكرتيرا خاصا له، ثم عينته الحكومة الروسية فيما بعد وزيرا مفوضا لها في طهران. ولكن لم يمضي على تسلمه مهام منصبه الجديد سوى بضعة أشهر، حتى أرسل لورد كريزون إلى الحكومة الروسية مذكرة طويلة طلب إليها فيها سحب المسيو روزستين من طهران على احتجاجا على أنهما يقومان بنشر الدعاية ضد إنجلترا في الهند. ولقد وضع المسيو روزستين كتابه هذا في سنة 1910، أي وهو حديث العهد بالحركة الوطنية في مصر، ومن ثم شرعت جريدة اللواء في نشر مقتطفات منه،
ولكن الحظ أسعدنا بالتعرف بالمؤلف شخصيا في لندن سنة 1911 بواسطة المرحوم فريد بيك، وهناك ألح علينا المؤلف وهو مرحوم المستر بلينت بضرورة ترجمة الكتاب المذكور وغيره مما كتبه المستر بلينت عن المسألة المصرية، ليقف المصريون وخاصة النشء الحديث على أسرار الحوادث التي أدت إلى احتلال بريطانيا لوادي النيل. فرقت لنا الفكرة وبادرنا من فورنا إلى ترجمة الكتاب الحاضر ثم كتابي المستر بلينت، وهما التاريخ السري للاحتلال البريطاني ومذكراته، وقد نشرتهما جريدة البلاغ. وفي أواخر سنة 1917 عدنا إلى مصر فحاولنا طبع الكتب المذكورة، ولكن السلطة العسكرية رفضت ذلك، واستدعانا مندوبها في قلم المطبوعات وطلب الاطلاع على الأصل الإنجليزي، ثم قال إنه لا يسعه التصريح بطبع شيء منها في خلال الحرب لأنها موجهة ضد بريطانيا. ثم ذهبنا إلى لندن في أواخر 1920 واجتمعنا بالمستر بلينت، فكان أول ما سألنا عنه ترجمة الكتب المذكورة، فأوقفناه على مدار من المكاتبات بيننا وبين رجال الشرطة العسكرية في مصر في هذا الصدد، واعتذرنا له عن عدم استطاعة نشر ترجمتها. ثم تقادم العهد على ما ترغبناه، وجاءت حوادث تفتيش المنازل قبل سفرنا إلى لندن وبعد عودتنا منها في أوائل سنة 1922، فأثرنا أن نتخلص من الكتب المذكورة ومن ترجمتها، وذلك بإحراقها جملة واحدة. وفي سنة 1922 حصلنا من المستر بلينت بشق الأنفس على نسخة بالإنجليزية من كتابنا الحاضر، فنقلناه إلى العربية ونشرناه تباعا في جريدة الرشيد باسم تاريخ المسألة المصرية من عهد إسماعيل باشا إلى سنة 1910 لكي لا يستلفت أنظار قلم المطبوعات. وبينما كتابهم بجمع الكتاب وطبعه حدثت ظروف شخصية لا محل لذكرها هنا، فقدنا في خلالها النسخة الإنجليزية ومعظم أصول الترجمة، وأخيرا وفقنا إلى طبع الكتاب بفضل مساعدة الأستاذ الكبير محمد بيك مسعود. وسيلاحظ القارئ أن الصور الواردة في الكتاب وهي التي كلفنا البحث عنها عناء، وأي عناء، لا تتبع سياق الحوادث، ولعل عذرنا في ذلك إننا لم نحصل عليها جملة واحدة لندرجها بحسب السياق، بل كنا نحصل على البعض منها هنا والبعض هناك، ولم نوفق بتاتا إلى الحصول على البعض الآخر. وقد أدركنا في نهاية الكتاب بيانا بالصور المذكورة ومكان سياقها في الكتاب، وليس يسعنا بمناسبة هذه الصور إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى حضرة العالم الكبير الأستاذ أحمد بكر في السيد مدير الجامعة المصرية، فهو الذي سهل لنا سبيل الحصول عليها أيام أن كان مدير دار الكتب الملكية. كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا حضرة صديقنا الأستاذ توفيق بيك وجميع حضرات موظفي دار الكتب لمساعدتهم الجليلة لنا في هذا الصدد. ولقد أختم المؤلف قصته بما وقع من الحوادث في عام 1910، فبقى علينا لكي نربط الماضي بالحاضر أن نذكر بكل إيجازا أهم ما حدث منذ ذلك الحين. ففي عهد السير ألدون جورست ثم التقرب بين قصر عابدين وقصر الدبارة، فكانت النتيجة مطاردة زعماء الحزب الوطني ومحاربة الحركة الوطنية، ولكن جاء اللورد كيتشنر بعد وفاة السير ألدون جورست، فعاد النفور والالتشاد بين عابدين ودار العميد إلى سابق عهدهما، وخاصة أن اللورد كيتشنر لم يكن ينسى ما يظن أنه إهانة لحقته من سمو الخديوي السابق في حادث الحدود، ولم يكن لسموه يتكئ عليها في مقاومة اللورد كيتشنر بعد أن صار رجال الحزب الوطني مشتتين في طول الأرض وعرضها. ونحسب أن ساعة اصطدام اللورد كيتشنر بسمو الخديوي كانت آتية لا ريب فيها، لولا أن نشبت الحرب العالمية واضطرت إنجلترا لاستبقاء اللورد في بلادها
للانتفاع بمزاياه ومواهبه العسكرية، على أن اللورد هو حتى وهو بعيد عن الديار المصرية لم ينسى أن يسأل لنفسه من حادث الحدود، فأشار على الحكومة البريطانية وقد كانت لمشارته وقتئذ المقام الأول من الاعتبار بعزل سمو الخديوي وإعلان الحماية على مصر. وهكذا انتهى عهد الخديوية بسبب ما كان من العداء الشخصي بين الخديوي ولورد كيتشنر. وفي الوثائق التي نشرها دولة رشدي باشا وما تدل في أوائل إعلان الحرب بينه وبين رجال حاشية الخديوي من الخطابات والبرقيات ما يدل دلالة واضحة على ما كان لهذا العداء الشخصي من الأثر البعيد في تكييف القضية المصرية وتغيير وجهتها تغييرا كليا. فبجرة قلم واحدة ظنت وزارة لندن إنها حولت القضية المصرية من مركزها الدولي إلى نزاع داخلي بين إنجلترا ومصر، وعلى إن هذا الزعم كان حتما يبقى مجرد زعم باطل لو إن مصر من جانبها رفضت العمل تحت ظل الحماية، إذ لا يخفي إن الحماية هي عقد بين أمة أخرى تقوم بمقتضى إحداهما بحماية الأخرى. فلو إن مصر برهنت وقتئذ على أنها ترفض العمل بنظام الحماية لكان لنا الآن شأن آخر غير شأننا الحاضر. وهنا لا نجد بدا من الإشارة بكلمة موجزة إلى أحاديث دولة رشدي باشا، وقبل أن نتفوه بشيء نقول صراحة إن دولته إنما فعل ما فعله وهو مرتاح الضمير بأنه يخدم مصلحة بلاده ويؤثرها على كل مصلحة أخرى، بمعنى أن دولته لم يقبل العمل تحت ظل الحماية إلا بعد أن اقتنع ضميره بأن المصلحة العامة في ذلك، فلم يكن دولته خائنا لولي نعمته ولا مفرطا في حقوق بلاده عندما قبل العمل تحت ظل الحماية. هذا ما نعلنه على رؤوس الأشهاد، ولعل دولته العذر فيما فعل بعد ما رأى نية الغدر من الإنجليز وإرسالهم أغا خان إلى مصر في الوقت الذي كانت فيه للورد كيتشنر الكلمة العليا في تصرفات وزارة لندن. ولكن ألم يكن يجدر بدولته وهو الرجل الذي حنكته التجارب وخبر الإنجليز خبرة طويلة وعرف مبلغ استخفافهم بالوعود والعهود متى كانت لا تتفق ومصالحهم أن يطلب من الإنجليز وعدا كتابيا بأن تصير مصر مستقلة بعد أن تضع الحرب أوزارها؟ بل لماذا لم يطالب الإنجليز وقتئذ بأن يعقدوا مع مصر محالفة هجومية دفاعية تقف بها الدولتان جنبا إلى جنب؟ إن الإنجليز كانوا وقتئذ وقبل مجيء الجنود الهندية يتلطفون مع المصريين في القول، فكان يجدر بدولته أن ينتهز فرصة قلقهم من ناحية تركيا ويقنعهم بأن من مصلحتهم ترضية المصريين بعقد محالفة معهم كالتي أشرنا إليها آنفا، فإذا ما رفضوا ثبت لديهم سوء نية القوم فهناك كان يرفض العمل معهم، ولما وجد من يتوجه إليه بكلمة نقد الآن. ولعل دولته يعرف تماما أن رفض التعاون في العمل مع الإنجليز في الوقت الذي كانوا يتشدقون فيه بحقوق الأمم المهضومة كان يوقعهم في حيث بيص، لا من الوجهة الأدبية فحسب بل ومن الوجهة الحربية أيضا، لكنه لم يكن يعقل أن يغامر الإنجليز بمغاضبة المصريين وإيلامهم في شعورهم وعواطفهم بينما كانت الجيوش التركية تهدد قناة السويس. ونظن أن دولة الباشا يوافقنا على أنه كان في وسعه معاكسة الإنجليز وعرقلة أعمالهم سواء كان في داخل الحكومة أم خارجها، ولا عبرة بما يقال عن القوات الإنجليزية والهندية والأسترالية التي كانت بمصر وقت ذاك، فلقد رأينا كيف إن إنجلترا التي خرجت ظافرة من حرب الجبابرة تقف مبهوتة حائرة أمام ثورة الشعب المصري سنة 1919، ولا نقول إنه كان يمكن أن تقوم مصر في سنة 1914 بثورة كهذه
ولكن كان هناك بلا جدال شعور عام لم يحسن استخدامه، وصفوة القول إننا أضعنا في سنة 1914 فرصة ذهبية نادرة قلما يسمح الدهر بمثلها، فلم ننتهز فرصة انشغال بال إنجلترا بالحرب العالمية لننتزع من بريطانيا استقلالنا، بل استمتنا إلى وعودها وكثير ما هي، واطمأنت نفوسنا إلى الألفاظ المعسولة التي ألهتنا بها إلى أن خرجت من ورطتها فربحت وخسرنا، وها نحن نجني ثمار تمادينا في الثقة بالعهود الإنجليزية والاطمئنان إلى أقوال ساسة الإنجليز. ولا نرى بدا ونحن نتكلم في صدد الحماية من أن نثبت هنا ما كتبه اللورد إدوارد راي، إذ ليس يخفي أن أقواله حجة في هذا الموضوع، ذلك لأن إعلان الحماية كان في أثناء تربعه في وزارة الخارجية، حيث قال اللورد في مذكرته التي نقلناها إلى العربية وسنفرغ من طبعها قريبا في الفصل 25 تحت عنوان سياسة الحلفاء في أثناء الحرب، مع نصه: ولا بد من كلمة هنا في صدد مصر التي تعقدت مسألتها بعد دخول تركيا الحرب، ولا أذكر بالضبط الآراء الخاصة التي تغلبت علينا ووجهت سياستنا في اتجاه معين، فلقد تعاقبت الحوادث وكان كل منها يتطلب البت فيها بسرعة، ولكن المسألة كانت تلخص فيما يلي: إن موقف مصر لم يطر عليه أي تغيير بسبب وجود الاحتلال البريطاني، هذا من الوجهة الدولية. أما من الوجهة السياسية فإن المصريين بعد أن دخلت تركيا الحرب أصبحوا من رعايا الأعداء، وقد رأينا أن الحاجة ماسة إلى وضع ما يحول دون وقوع ارتباكات قانونية، فلو أننا ضممنا مصر إلى الإمبراطورية البريطانية لسوينا المعضلات السياسية دفعة واحدة، ولكن كان هذا الحل يكون غلطة كبرى، وأحر به أن يزعزع الهيبة الإسلامية ويؤثر في مركز مصر بصفتها دولة إسلامية. ثم لا تنسى أن حلفائنا كانوا يقولون هذا العمل بأننا بادرنا إلى انتهاز فرصة الحرب لتحسين مراكزنا ولقضاء لبنات خاصة، وعليه كانت تكون النتيجة أننا نغضب حلفاؤنا ونثير شكوكهم فينا ونجرح عواطف مسلمي الهند ونغور صدور المصريين وندفعهم إلى الخروج علينا. وبديهي إن الحالة العامة لم تكن وقتئذ تسمح بمثل تلك المغامرة، لهذا رأينا أن الحل الصالح الوحيد هو أن تعلن الحماية على مصر، ولكن هذا الحل ترك طبعا عدة مشاكل خطيرة تنتظره الحل فيما بعد. وهنا انتهت أقوال اللورد غراي. فتاريخ مصر في عهد الحماية لا يخرج عن كونه صفحة واحدة كان فيها الغرم علينا والغنم للإنجليز، إلا أن وضعت الحرب أوزارها وهبت الأمة المصرية من ركضتها تنشد مساواتها بالأمم الأخرى. ولا بد هنا من الاعتراف بفضل دولة رشدي باشا في إذكاء نار الشعور الوطني، ولقد أنكرت القوى الغشوم حق مصر وحاولت كتم أنفاسها، ولكن للشعوب غضبة، فبمجرد ما أيقن المصريون أن السياسة الإنجليزية تريد غمط حقوقهم صاروا ثورتهم السلمية المشهورة فأرغموا ساسة لندن على إطلاق سراح معتقلي مالطا، وأعادت الأمة المصرية إطلاقهم فورا لها. وهنا بدأ الصراع السياسي الجدي بين مصر وإنجلترا، وهنا صارت الكلمة لرجال السياسة بعد أن حبطت مشورة رجال السيف والمدفع. وإن من دواعي الأسف أن نذكر هنا أن مصر خرجت خاسرة من هذا الصراع السياسي، فلقد ساءت حالها عما كانت في سنة 1914، ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من أن يدير بصره حيثما أراد فإنه يصطدم اصطداما بالنفوذ الإنجليزي برغم ما يسمى بالاستقلال. ولقد أرسل الإنجليز إلى مصر إحدى أساطير الاستعمار في بلادهم ألا وهو اللورد ميلنر، فكان نصيب لجنته المقاطعة التامة من الشعب المصري،
فانقلب إلى قومه ينصح إليهم بتلبية مطالب المصريين بعد أن تغلغلت الوطنية في نفوسهم بشكل معدوم النظير. ولقد كانت الساعة رهيبة والحالة دقيقة، فإن الإنجليز بعد أن قاطع المصريون لجنتهم تجاهلوا وجود الوفد بادئ ذي بدء، وعولوا على المضي في سياستهم بدون الاستئناس برأيه في حل القضية المصرية. ولكن المرحوم مستر بلنتي تدخل لإزالة الجفاء بين الحكومة البريطانية من جانب والوفد المصري من الجانب الآخر، فكانت النتيجة أن ذهب المستر هيرست إلى باريس ودعا الوفد إلى الذهاب إلى لندن ففعل. ولا يسعنا هنا إلا أن نقول إن الوفد هو قد قرر الذهاب إلى لندن لمفاوضة الإنجليز رأسا بعد أن كانت أعماله حتى ذلك الحين قاصرة على نشر الدعاية المصرية في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية وفي أمريكا. ونقول هنا إنه كان ينبغي عليه أن يتثبت قبل رحيله إلى العاصمة الإنجليزية من الأساس الذي ستدور عليه المفاوضة، وهذه ملاحظة سنبين للقارئ أهميتها فيما بعد. ثم دارت المفاوضات بين اللورد ميلنر وبين الوفد، حيث تمخضت عن مشروع ميلنر المشهور الذي عرض على الأمة المصرية فرفضته، إن لم يقرن بالتحفظات، وهو المشروع الذي أعلن دولة سعد باشا زغلول في حديث له مع بعض الطلبة المصريين في لندن بأنه مشروع حماية بالخط الثالث، ولا بد هنا من الاعتراف بالفضل لدولة محمد سعيد باشا، فكان قطب الرحى في حركة المعارضة للمشروع. ونعود الآن إلى الملاحظة السالفة، فقد تشرفنا ذات ليلة في أواخر أكتوبر سنة 1920 بمقابلة دولة سعد باشا في فندق سيفوي بلندن، ولسابق صداقة بين دولته ووالدنا تبسط معنا في الحديث الذي استمر حوالي 4 ساعات. فلما استسمحناه في أن نبدي له ما عن لنا من الانتقادات على سياسته العامة، أفسح لنا صدره الأبوي وأظهر لنا استعداده لسماع ما يجول في نفوسنا. ولما كنا قد سمعنا بأن بعض الصحف المصرية كذبت رأي دولته في المشروع، كان من الطبيعي أن نفتتح الحديث باستجلاء رأي دولته، وصرح لنا أنه أخبرهم حقا بأن مشروع لورد ميلنر هو حماية بالخط الثلث، ولكنه إنما قال ذلك لهم في حديث خصوصي لا ينشروه وفي جريدة الأهالي بصفة خاصة. وهنا تشعب الحديث فتناول عدة مسائل أخرى لا يتسع لها المقام. ثم لم تمضي على هذا الحديث بضعة أيام حتى ذهبنا مرة أخرى لزيارة سعد باشا، فأخبرنا أنه يعد معدات السفر بعد أن رأى من تعنت القوم وتصلبهم ما يذهب بصبر الحليم. وبعد انقطاع المفاوضات ومغادرة سعد باشا للندن، هدأ الجو السياسي هدوءا نسبيا، ونشطت الدعاية المصرية بعض النشاط، ولكنها كانت غير موفقة لسوق الحظ، لأنها كانت قائمة على الإبهاب والغموض، بمعنى أن الذين كلفوا بها لم يشرحوا للإنجليز ولأعضاء حزب العمال خاصة ما يفهمه المصريون من نظرية الاستقلال التام. ونذكر بهذه المناسبة أن الأستاذ مكرم عبيد جمعنا مرة في لندن بالمستر سوان عضو البرلمان المشهور قبل مجيئه إلى مصر، فتجاذبنا معه أطراف الحديث طويلا، فكان مما سألنا عنه ما نفهمه من نظرية الاستقلال التام، فقلنا له على الفور إننا نفهم منها جلاء الإنجليز عن البلاد المصرية بأسرها، لا فرق في ذلك بين القاهرة والإسكندرية أو السويس أو العريش. وقد سألناه بدورنا هل يعتبر الإنجليز أنفسهم مستقلين إذا احتل الأسطول الألماني أحد ثغورهم، فكان جوابه بالنفي طبعا. ولا أظن أن صراحتي هذه ألمت المستر سوان، بل بالعكس جعلته يقول لي على مرأى ومسمع من الأستاذ مكرم إنني أهنئ نفسي بمعرفتك، لأنك تستطيع أن تميز بين الاستقلال والاحتلال.
وبهذه المناسبة أيضا أقول إننا تناقشنا عدة مرات مع المرحوم المستر بلينتي في منزله في فساد مشروع ميلنر، وأخيرا استوصب أن يقدمني إلى المستر ميستنجهام محرر جريدة ألانشاين وقتئذ، وأحد أساطير الكتاب السياسيين الإنجليز. فلما سألناه رأينا في المشروع أجبناه فورا بأنه مشروع فاسد يراد به الضحك على ذقون المصريين الذين لن يرضوا عن الاستقلال التام بديلا. فلما سألنا عما نفهمه من تلك العبارة لم نتردد في أن نجيبه بأن الجلاء التام عن وادي النيل هو أول شروط ذلك الاستقلال. فلما أبدى المستر ميسنجهام دهشته لتلك الصراحة دار حديث بيننا، وفي هذا الخطاب يقول: لست أظن أننا خسرنا بهذه الصراحة بقدر ما خسرناه باستعمال الإبهام والغموض في مخاطبة الشعب الإنجليزي، لأن المعروف عن هذا الشعب إنه عادل محب للإنصاف، ولكنه يعشق الصراحة ويكره المداجاة والمواربة، ولعل هذا من أهم الأسباب التي حالت دون تفاهمنا معه مباشرة. فإلى أن يسمع قضيتنا خالية من الغموض والتعقيد فلا أمل في حل القضية المصرية بالشكل الذي يحقق أمانينا القومية. فواجبنا إذن هو نشر الدعاية المصرية في إنجلترا، وليكن أساسها طلب الجلاء وإقناع الإنجليز بأن هذا الحل، فضلا على أنه لا يتهدد مصالحهم أو يتعارض معها، فإنه الوحيد الذي يتفق مع شرفهم وشرف تاجهم. ونعود الآن إلى حديث المفاوضات، فنقول إن دولة سعد باشا ما كاد يرجع إلى مصر حتى هبت ريح عاصفة مزقت البلاد أحزابا وشيعا، ففريق يطلب المفاوضة وفريق يرفضها ويستنكرها، وفريق يرى أن تكون على يد سعد باشا، بينما فريق آخر أن تكون على يد دولة عدلي باشا. ولقد كان خليقا بالساسة الإنجليز أن يقفوا متفرجين على تلك الحرب الشعواء التي تطحنت فيها الأحزاب المصرية بلا جدوى. ولقد كان مع الأسف لهذه الحرب الطائشة صدى بين الطلبة في أوروبا، مما جعلهم يستقبلون دولة عدلي باشا أشنع استقبال في طريقه إلى لندن على رأس الوفد الرسمي. ولقد ذهبنا باسم الجمعية المصرية في لندن لمحادثة دولة عدلي باشا في فندق الكريلتون بلندن في موضوع المفاوضات، فألفيناه لا خرج في برنامجه ولا في مطالبه عن برنامج ومطالب الوفد. فعجبنا إذن من ذلك التطاحن السخيف بين الأحزاب لغير ما سبب جوهري، اللهم إلا الخلاف على رئاسة الوفد الذي يتولى المفاوضات. ولم يكن دولة عدلي باشا أقل من دولة سعد باشا غيرة على مصالح بلاده، فقد قطع المفاوضات بعد أن طاق صدره ذرعا بعنة اللورد كريزون والمستر تشرشل، وما كاد يعود إلى مصر في أواخر سنة 1921 حتى قدم استقالته وانسحب من ميدان السياسة. وهنا أصبح جو السياسة المصرية مكهربا بما تجمع فيه من السحب، وهنا أيضا ازدادت نار العداوة والبغضاء اشتعالا بين المصريين بعضهم وبعض، فنفى من نفى إلى سيشل واعتقل من اعتقل في الماظة وقصر النيل والمحاريق وغيرها. وظلت البلاد بلا وزارة إلا أن تقدم لها دولة ثروت باشا في أوائل سنة 1922، فشكل وزارته على أساس تصريح 28 فبراير المشهور الذي احتفظت فيه إنجلترا بصفة مطلقة بالنقط الأربعة التي تكفي كل واحدة منها لهدم استقلال مصر. وليس بنا حاجة، كما إن المقام لا يتسع لبحث مواطن الضعف في هذا التصريح، وحسبنا دليلا على قيمته العملية إننا صرنا أعجوبة الأعاجيب بين الأمم، بينما نتمتع ببرلمان واستقلال وسفراء في الخارج، إذ بالاحتلال مرابط في عاصمة بلادنا، وإذ بمندوب بريطانيا السامي تكفي كلمة واحدة منه لإلغاء البرلمان وإغلاق دور السفارات والمفوضيات. ومع ذلك يوجد بيننا من يسبح بحمد هذا التصريح ويعده نعمة كبرى على البلاد.
ثم توالت الوزارات إلى أن جاءت وزارة دولة يحيى باشا، فأعادت معتقلي جبل طارق وغيرهم من المنفيين السياسيين بعد أن اتفقت مع الإنجليز على قانوني التضمينات والتعويضات. ولما دارت الانتخابات البرلمانية أسفرت النتيجة عن أغلبية وفدية، فتولى الوزارة دولة سعد باشا برغم النصيحة الصادقة التي أسداها إياه سمو الأمير الجليل عمر توسون. ولعل أشد ما يأسف له الإنسان هنا أن الوزارة السعدية لم توفق إلى حل النزاع القائم بيننا وبين إنجلترا في عهد تربع وزارة العمل في سدة الحكم. وبهذه المناسبة لابد لنا من أن نقول صراحة إن مصر خسرت أيما خسارة لعدم ائتلاف أحزابها بعد ظهور نتيجة الانتخابات في سنة 1924، فقد كان في وسع زعيم الأغلبية أن يدعو إلى عقد مؤتمر وطني عام كالذي عقد بعد ذلك بعامين، فيتصافى الزعماء فيما بينهم ويقسموا ألا يشكل أحد منهم الوزارة إلا إذا غيرت وزارة الأعمال الأساس الذي قام عليه تصريح 28 فبراير. فإن وفقت إلى ذلك، وهو ما كان مرجحا جدا نظرا لما أصبح عليه مركزها من المتانة والمنعة على أثر نجاحها في حل مشكلة التعويضات الألمانية، لحلت المعضلة المصرية حلا نهائيا ملائما لمصالحنا. وأما إذا روغت في إجابة مطالبنا أو لم تجد من البرلمان البريطاني ما يشجع على المضي في سياسة المسالمة معنا، فلنكون قد خسرنا شيئا، وحسبنا أن نكون قد خرجنا من المعركة السياسية متحد الكلمة متراص الصفوف. ولكن فاتت تلك الفرصة الذهبية، وظلت الوزارة السعدية تتباطأ في فتح باب المفاوضات، إلا أن تزعزع مركز وزارة العمل، وأصبح سقوطها أمرا لا بد منه بعد أن تألب عليها المحافظون والأحرار. وما كان أولانا بأن لا نفتح باب المفاوضات مع تلك الوزارة بعد أن رأينا وهن مركزها وشدة حاجتها إلى التمسك بأية مسألة من المسائل لتعزيز مركزها على حسابها. وبقى أن نقول كلمتنا في الحالة الاقتصادية التي نشأت عن الثورة المصرية. لقد كان المأمول أن يعني الزعماء بها عنايتهم بالشؤون السياسية، وكيف لا، والمال هو وروح النهضات القومية وقلبها النابض. ولقد رأينا مصطفى كمال في تركيا فضلا عن عنايته بالمسائل السياسية يولي المسألة الاقتصادية وغيرها من الشؤون الحيوية جزءا كبيرا من التفاته واهتمامه، فما لبث أن حرر تركيا من الرق الاقتصادي بعد أن حطم بسيفه ما حولها من الأغلال السياسية. وقد كانت تكون النهضة المصرية ناقصة لولا أن قيض الله لها من وضع الدعامة التي يقوم عليها الاستقلال الحقيقي. فبينما كان الناس مشغولين بالمسألة السياسية يتناحرون تارة من أجل مظاهر كاذبة، وتتحد كلمتهم تارة أخرى على انتشال البلاد من الوهدة التي أوقعها فيها تخاصمهم وتنابزهم. نقول بينما كان يجري ذلك كله كان هناك رجل يعمل في سكون وهدوء بعيدا عن الضوضاء والثرثرة، فإذا به قد وضع خلسة الصخرة التي تستند إليها مصر إذ عصفت بها الأعاصير، وتلوذ بحماها إن عبس لها الظهر أو تجمعت عليها الخطوب والملمات. ولعلك تعرف ذلك الرجل، فهو طلعت حرب وكفى. فهذا الرجل مهما أمعن في الفرار من الشهرة إذ بأثاره تنم عليه في كل مشروع اقتصادي حيوي. وبحسبنا أن نسرد عليك بعض تلك المشروعات حسب تواريخ تأسيسها. فهناك مطبعة مصر، والشركة المساهمة المصرية لصناعة الورق، والشركة المساهمة المصرية لتجارة وحريق الأقطان، وشركة مصر للتمثيل والسينما، وشركة مصر للنقل والملاحة. ولكن كان هناك ما هو أهم من كل ذلك، هناك بنك مصر، بل فخر مصر. فإذا ذكر اسم طلعت حرب ذكر إلى جانبه بنك مصر الذي أصبح كالغرة في جبين النهضة المصرية. ولسنا نحن وحدنا الذين نذيع فضل الرجل،
فلقد أراد أخيرا أن يستقيل من عضوية مجلس الشيوخ لكثرة انشغاله، ولكن المجلس رفض ذلك وأبى أن يحرم من ذلك الكوكب اللامع الذي ينير الظلام أمامه متى جد البحث في الشؤون المالية. ولقد كان طلعت حرب موفقا في انتقاء الرجال الذين اعتمد عليهم فأعنوه ورسم لهم الطريق فسلكوه، غير هابين ولا وجلين، يمينا أنهم لخير جماعة أنجبتهم البلاد، تعاونوا فيما بينهم على وضع قواعد مجد مصر. فإلى الأمام يا طلعت أنت وذراعك الأيمن فؤاد سلطان، فلقد والله رفعتما اسم مصر عاليا بين الأمم، وقدمتما لمواطنيكما في خلال الأزمات الاقتصادية من المساعدات ما سيبقى مذكورا لكما بالفخر المقرون بالحمد والشكر. وما دام بنك مصر هو البنك الذي يجدر بكل مصري أن يفاخر به كما لو كانت له فيه حصة، فلا نجد أوفق من أن نختم هذه العجالة بكلمة موجزة عن هذا البنك، وفي يقيننا أنها ستصادف من قلوب القراء ارتياحا واختباطا. فلقد بلغ رأس ماله 820 ألف جنيه مصري، وربما تقرر في غضون هذا العام أو العام المقبل طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام فيها. وفضلا عن الفروع الكثيرة التي فتحها البنك ولا زال يفتحها في داخل القطر، فقد قرر أن يفتح فرعا أوليا في ميدان فيندوم بجوار الأوبرا بباريس، وسيحتفل بافتتاحه في صيف هذا العام، وهو لعمرك خير إعلان عن مصر وأبناء مصر. فنرجو النجاح لذلك الفرع، ونرجو أن يلحق به فرع آخر في عاصمة أخرى، فبهذا يعلن طلعت حرب عن كفاءة المصري وأهليته للاستقلال التام. بقلم علي أحمد شكري، مصري، في 15 إبريل سنة 1927.